السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا وسهلا بحضراتكم فيديو جديد. فيديو النهارده ان شاء الله معانا حضراتكم لوحة تحكم خارجة شحن. يوجد بفضل الله تصنيع جميع لوحات التحكم للغرف المنزلية وعنابر الدواجن كهرباء 220 وكهرباء 3 فاز، ويوجد كمان تصنيع الدفات الغاز الاشعال ذاتي الاوتوماتيك. معانا حضراتكم لوحة تحكم راكب عليها ترموستات فوكس كوري 4 مرحلة لتشغيل دفاية وشفاط واحد وشفاط 2 وخلايا تبريد، وتايمر حضراتكم شغال للتهويه وسحب الامونيا من داخل مكان التربيه. التايمر حضراتكم شغال على شفاط رقم واحد، يعني شفاط رقم واحد بياخد امرين، امر من الترموستات في حاله ارتفاع درجات الحراره، والامر الثاني من التايمر للتهويه وسحب الامونيا من داخل مكان التربيه. مفيش مشكله حضراتكم لو الشفاط خد امرين في نفس الوقت من الترموستات ومن التايمر، مش بيحصل معانا قفله ولا اي حاجه. موجود كمان حضراتكم تايمر تاني لتشغيل الفانات، تايمر حضراتكم ثواني شغال للفانات، وتايمر ثالث شغال لخلايا التبريد. طبعا حضراتكم هنا التايمر بياخد امر من الترموستات زي ما احنا ظابطين درجات الحراره على الترموستات. لو درجات الحراره ارتفعت بيدي امر للتايمر، والتايمر بيدي امر للغاطس ان هو يشتغل زي ما احنا ظابطين كان عدد ثواني او دقائق ايقاف او تشغيل. طبعا حضراتكم افضل وقت تظبط بيه خلايا التبريد بيكون دقيقه تشغيل وخمس دقائق ايقاف. دقيقه تشغيل يعني الغاطس يشتغل دقائق يغرق ورق خلايا التبريد، وايقاف 5 دقائق الورق مش هيجف قبل 5 دقائق نهائي. يعني افضل وقت تشغل بيه التايمر على خلايا التبريد دقيقه تشغيل و5 دقائق ايقاف، وبكده حضرتك بتريح معاك الغاطس. كمان كده الرطوبه مش هترتفع معاك في المكان، فدايما بننصح بتركيب تايمر يشتغل على خلايا التبريد عشان تريح الغاطس، وكمان ما تديش فرصه ان الرطوبه ترتفع معاك في المكان. موجود كمان حضراتكم لمبه لقياس الفولت. طبعا حضراتكم لمبه لقياس الفولت دي ضروري جدا بنعرف بيها الفولت، عشان خاطر لو الفولت قل عند حضرتك يعني الكهرباء انخفضت عند حضرتك، الافضل نفصل الكهرباء عن اللوحه عشان خاطر ما يحصلش اي مشكله للاجهزه اللي احنا موصلينها، كان الشفاطات او الدفايه او الهيتر او الغواطس خلايا التبريد. موجود كمان حضراتكم مفتاح الطوارئ. مفتاح الطوارئ بنضغط عليه في حاله لا قدر الله في اي مشكله في العنبر او في اي قفله، بنضغط عليه بيفصل الكهرباء تماما عن اللوحه. نشوف حضراتكم التقفيل من الداخل. زي ما واضح قدام حضراتكم التقفيل بيكون بشكل منظم جدا عشان خاطر ما يحصلش اي ماس. موجود 5 كوندكتور، كوندكتور للدفايه، كوندكتور شفاط رقم واحد، كوندكتور شفاط رقم اتنين، كوندكتور لخلايا التبريد، والكوندكتور الخامس للتايمر اللي هنوصل عليه الفانات. هنا طبعا حضراتكم مفتاح ثنائي فيتنامي راكب على الارض والكهرباء زي ما وضحت لحضراتكم قبل كده. بيتم تصنيع لوحه التحكم حسب الاحمال وحسب رغبه العميل. لو حابب تركب حضرتك مفتاح قاطع احادي على الكهرباء مفيش مشكله، حابب تركب ثنائي ان هو يفصل الكهرباء والارض عن اللوحه مفيش مشكله اللي حضرتك عايزه. هنا طبعا السلوك اللي بنشتغل بيها سلوك سويدي محمل اصلي، وتقفيل السلوك زي ما واضح قدام حضراتكم بيكون بترامل عشان خاطر السلوك ما تسيبش من مكانها او يحصل اي مشكله. زي ما واضح قدام حضراتكم التقفيل بيكون بشكل مناسب جدا، كمان التوصيل بيكون سهل جدا. زي ما واضح قدام حضراتكم هنا توصيل الدفايه، يبقى الدفايه هتوصل هنا، توصيل شفاط رقم واحد، توصيل شفاط رقم اتنين، توصيل خلايا التبريد، وتوصيل التايمر. يعني حضرتك لوحه التحكم تقدر توصلها من غير ما تجيب فني او اي حاجه. كمان لو حصل اي مشكله او في اي حاجه وحضرتك بتوصل اللوحه ممكن تتواصل معانا، بيتواصل معاك الفني على طول وبيشرح لحضرتك طريقه التوصيل، وكمان بيشرح لحضرتك طريقه التظبيط ان كانت الترموستات او التايمر. يوجد بفضل الله تصنيع جميع لوحات التحكم للغرف المنزليه، عنابر الدواجن كهرباء 220 وكهرباء 3 فاز، وتصنيع دفات الغاز الاشعال ذاتي الاوتوماتيك. ويوجد بفضل الله جميع مستلزمات عنابر الدواجن، ويوجد شحن لجميع المحافظات. عنوان المحل حضراتكم في عزبة الهجانة مدينة نصر القاهرة، ومن على اللوكيشن هتبحث من أي مكان عن مؤسسة أبو مالك هتظهر لك على طول إن شاء الله. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.